اهلا وسهلا بكل زوجة عزيزة تخش فيديو النهاردة لمتزوجات. ازاي تقدري تعرفي الاخطاء اللي بتقعي فيها في علاقتك مع جوزك عشان تتجنبيها وتبقى الحياة لذيذة وحلوة. اول خطأ نخش عليه وهو اكتر حاجة بتضايق الراجل يا جماعة: عدم النظافة الشخصية. حتى لو وراكي مهام بيت، لو وراكي اولاد، لو لسه جايبة بيبي، لو عندك ولاد كتير، ايا يكن، النظافة الشخصية اكتر حاجة بتخلي الراجل ينفر منك وميخليش ما بينكم لغة حوار لطيفة او كده، محبة وحب وحاجات من كده ما بتلاقيهاش. وبتلاقي الموضوع بيختلف جدا وبتحس ان هو اتغير. طب هو ليه اتغير معايا؟ او ليه مثلا مش بيقرب يتكلم معايا من قريب؟ خدي بالك من نفسك جدا. انا اتكلمت كتير جدا بس بذكركم تاني: نفسك نفسك نفسك. يعني ايه؟ اغسلي اسنانك كويس قوي اول ما تصحي من النوم وقبل ما تنامي، دي طبيعي لازم تعمليها. حطي معطر جنب السرير، معطر للفم. انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده برضو عشان تعطري فمك قبل ما تبداي تتكلمي معاه. ريحتك وريحه تحت الابط تكون نظيفه وحلوه. ده غير بقى تجهيزاتك لو في اصلا علاقه ما بينكم. انا هتكلم عنها او اتكلمت، بس هتكلم عنها تاني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، عشان طبعا عرايس العيد والبنات اللي هتتجوز ان شاء الله ربنا يتمم لكم بالف خير وتنبسطوا وكده من المساعدين. طيب، تاني خطأ بنقع فيه بعد الخطأ: ما تكوني انتي امرأة متسلطة، انسانة متسلطة، انسانة مسيطرة، انسانة دايما رن في الشغل: انت بتعمل ايه؟ انت مع مين؟ طب بجد؟ طب هو سمعني صوته؟ طب مثلا انت فين؟ انت على القهوة؟ طب انا مش سامع حس جنبك يعني ولا حاجة. دايما كده حاسه ان انت مأيداه، ودايما كده انت فوق دماغه، ودايما بيبقى ماشي في الشارع بيتلفت حواليه، ودي حاجه مش حلوه ابدا. انت اول حاجه بتديله احساس ان انت مش واثقه فيه، بتديله احساس ان انت دايما انت مش واثقه، ودايما هو بيخونك، ودايما هو بيضايقك، ودايما وهكذا. خدي من ده كتير قوي، هتلاقي نفسك انت الشخص اللي دايما بيهرب منه في حياته. ليه انت ما تكونيش العكس؟ ما تكونيش انت الشخص اللي دايما يروح يسأل عليه، او مثلا يقول له انت ما اتصلتش بيا النهارده وحشتيني او كذا او كذا. لازم تكوني واخده بالك، تكوني انت الشخص ده. طب ازاي اعمل كده؟ بلاش نرن كتير قوي، يعني في الشغل مكالمه واحده وهو اللي يتصل مش انت. يعني هو لما يكون فاضي هو اللي يتصل، وانت لو متعوده تتصلي كتير ما تتصليش. هتلاقي نفسك هتلاقيه هو بيتصل بيقول هي ما اتصلتش ليه، وفي حاجه حصلت ولا ايه، وهكذا. فتستني لحد ما هو يتصل بيكي، يطمن عليكي، يطمن على الاولاد، يطمن انت محتاجه حاجه ولا لا، والكلام ده كله. واحده واحده وهدي ست الكل، وهو مش هيروح في اي حته. بس النصيحه اللي كانت دايما يتقالها لنا: لا افضلي رني عليه وافضلي كلميه عشان واشغليه، لو واحده تانية تشغله ومش عارف ايه. لا، هو في الحاله دي هي مش واحده تانية هتشغله، هي انت اللي تخليه يتجذب لواحده تانية دي، عشان هو خلاص يعني عارف ان انت عامله زي مامته، دايما فوق دماغه، ودايما بتكلميه، ودايما بتبقي محوطاه. لكن هو عايز يروح لحد تاني يفرغ عنده الطاقه اللي عنده، خايف اصلا يفرغها معاكي لا تعملي له مشكله ومصيبه طبعا. فحاولي تهدي كده الدنيا، وتخلي المكالمه الواحده بتاعت الشغل دي يكون هو اللي يكلمك مش انتي. ومش كل مره، خليها مره بس في الاسبوع تفاجئي ان انتي اللي ترني عليه في نفس الميعاد اللي هو بيرن عليكي فيه، مثلا تكون مثلا بريك في شغله او حاجه زي كده. وباقي المرات بقى هو اللي يرن، اذا ما كانش فيه يعني اذا ما كانش فيه طبعا مشكله لا قدر الله، او ما كانش فيه حاجه ضروريه مهمه انت عايزه تكلميه عشانها يعني. طيب، تالت خطأ: التبذير والاسراف. التبذير والاسراف، التبذير والاسراف. كل الرجاله واخده يعني واخده كده زي صورة عند الستات ان هم مبذرين ومسرفين قوي في حاجات البيت. وانت عشان تخلي زوجك ما يحسش عنك كده، بلاش تحسسيه الموضوع ده. يعني ازاي؟ بلاش مثلا في كل مره تنزلين تشتروا حاجات للبيت تروحي جري على قسم سكين كير، وعايزه السيروم، وعايزه الماسك ده، وعايزه كريم الجسم ده، وعايزه مانيكير ده، وعايزه. لا، خلي مش بقولك ابدا انه ما ينزلش معاك، لازم ينزل معاك، لازم تشتري مع بعض الحاجات دي، ومش عيب، بالعكس دي حاجه حلوه جدا. بس مش في حاجات البيت. يعني خلي الحاجات دي لوحدها والحاجات دي لوحدها، عشان ما يحسش ان هو بيصرف كتير قوي او بيدفع كتير قوي فيتضايق، او ما يحسش ان هو مش عايز ينزل معاكي تاني، او يقول عليكي مبذره وبتصرفي حاجات كتير وهكذا. كمان لما تيجي تنزلي، قبل ما تنزلي السوق او قبل ما تنزلي السوبر ماركت تشتري حاجتك، لازم تكوني كاتبه لسته بحاجات اللي انت محتاجاها في الثلاجه وفي التربوهات بتاعه البيت وحاجات زي كده. فدي برضو حاجه مهمه جدا جدا، ولازم تاخدي بالك منها كويس. طبعا اللي بعد كده واللي يعني عايزه اكلمكم عنه بقى، اللي هو حاجات بجد بتحصل بتبقى حاجات رخمه شويه، وهي ان انتي تفشي اسرار البيت لمامتك، حماتك،
حماتك اكيد مش هتحكي لحماتك قوي، بس ممكن مامتك، عمتك، صاحبتك، اختك، كل الكلام ده، جارتك. لا غلط. ما ينفعش ابدا ان يكون مثلا حصل منكم مش من اول مشكله، ومش في كل المشاكل يا جماعه هندخل اهالينا فيها. المشاكل اللي انت تحسي ان انت بجد مش قادره احلها، انا بجد مش قادره اتصرف معاها، دي اللي ممكن تدخلي فيها الاهل والاهل فقط، يعني مش اكتر من الاهل طبعا، لان هم هيقدروا يعني يقدروا يعني يواجهوا الموضوع، ويقدروا ان هو يصلحوا الموضوع معاكم، مش هيبوظوا الدنيا ومش هيكبروا الموضوع. تمام. ففشي اسرار البيت او اسرار الزوجيه بره، مثلا اللي هو اصله ماما جاب لي مامته ما جابش في البيت، اصل يا ماما اتخانق معايا عشان مش عارف ايه، اصله ايه، لا مش دايما نتكلم عن الموضوع ده. انا اتكلمت بس عن الحاجات الكبيره، الحاجات اللي انت فعلا انتوا الاثنين مش عارفين تاخدوا فيها قرار، ومش عارفين مثلا توقفوا العاده السيئه اللي بتدمر حياتكم في الوضع ده. وقتها لا، دخلوا الاهل، ودخلوا الاهل بشكل بسيستم معين. لو عايزين نتكلم عن المشاكل وازاي نحلها مع الاهل، اكتبوا تحت في الكومنتس، ممكن نعمل عنها حلقه. الخطأ الخامس وهو إهمال الجانب الرومانسي والجانب الحميمي ما بينك وبين زوجك. برضو رخم شوية الوضع ده، ورخم قوي، لأن هو مش متجوز عشان بس تنظفي له البيت وتغسلي له هدومه وتربي له أولاده وتخلفي له أولاده وتأكليه بس. لا طبعا ما ينفعش تكوني عندك إهمال للموضوع ده. الموضوع ده أجمل ما في الجواز. الجواز كله مسؤوليات، وكله تعب، وكله شقاء، وكله بنى وضغط نفسي ومش عارف ايه. ايوه بيحصل، وايوه بيحصل اوقات حلوه، وايوه بيحصل اوقات ضغط، انا معاكم. لكن الجانب الحميمي ما بينك وبين زوجك ده شيء مقدس. يعني لازم تعملي لنفسك روتين اسمه روتين مقدس. الروتين المقدس ده سكين كير روتين، تعطير، عايزاكي تبقي فواحه ماشيه في البيت. لو بتعملي اكل لولادك، او مثلا انت عارفه ميعاد يعني جوزك جاي، او مثلا هو بيكلمك يقولك عايزه حاجه ولا انا جاي، فورا تروحي. مش هقولك لو ملحقتيش تاخدي شاور، لو ملحقتيش تاخدي شاور عادي، انت ممكن تغيري لبسك، برفيوم، تسرحي شعرك طوقتين كده لطاف مع ليب بالم خفيف لونه كده بيدي لون حلو، واستقبلي. ما ينفعش تقابليه بشكل كده مبهدل وربطلي القمطه وبتاع، يقول ايه ده، في ايه، انا داخل على مامتي ولا ايه؟ طبعا الامهات على عيني وعلى راسي، بس الامهات يعني ما بتعتنيش بالموضوع ده لما اولادها بيجوا، بس بتعتنيه مع ازواجها، يعني مع الازواج بتعتني بيه، لكن الولاد لما بيجوا طبعا مش بتبقى عامله كل الرمان ده يعني. فانتي بقى مراته، حبيبته، حلاله، لازم يكون في جانب شويه رومانسي، ابتدي تاخديه من باب الشقه، تنسيه كل حاجه حصلت قبل باب الشقه، قبل ما باب الشقه يتفتح اصلا. فحاولوا تاخدوا بالكم من الموضوع ده، عشان الموضوع ده بجد هيفرق جدا في علاقتكم مع بعض. سادس حاجه هتكلم عنها هو عداء الزوجة لأهل الزوج، ودي أكتر حاجة تخليه ولا يحترمك ولا يحبك قوي، فاهمة؟ خاصة لو المشكلة من عندك انتي، ولا هيعرف يتكلم معاكي عليهم، او يتعرف يتكلم معاكي يقولك مثلا انا بحب قوي حاجه ودي في ماما، انا بحب قوي اعمل لهم الحاجه دي، انا نفسي اروح لهم مثلا اعمل لهم كذا، انا نفسي اخرجهم، انا نفسي اكشف عليهم، وهكذا. مش عارف يتكلم معاكي. فلازم تشوفي حل في موضوع العداء الزوجي اللي بيحصل، او عداء الزوجه لاهل الزوج. لكن في حالات طبعا لو هم اصلا بيأذوكي نفسيا او بيأذوكي معنويا او بيضايقوكي او مثلا بيجرحوكي بالكلام، وقتها لازم تاخدي معاه نقاش على جنب بعيد عن المشكله، وتقولي والله الوضع 1 2 3، وانا مثلا لو هروح عند اهلك ازورهم انا مش هقعد معاك الا ساعه واحده، ويا ريت لو انا معاك نقعد ساعه واحده بس وبعدين نمشي، عشان طبعا انا ما بقدرش استحمل كلامهم، تريقتهم، استهزائهم، ايا يكن، خاصه لو جاي من الاب والام او الحما او الحمايه. ده لو جه منهم ممكن متعرفيش تردي الرد القوي، لكن مثلا لو جه من الاخوات لا تعرفي تردي، لانه مثلا اخواتهم مثلا يعني مش الدرجات دي يعني، فاهمين؟ وطبعا الحما والحمايه لازم طبعا تردي عليهم برد يليق بسنهم، وفي نفس الوقت تكوني واخده حقك صح، من غير ما تكوني قلتي ادبك او مثلا كبرتي الموضوع او عليتي صوتك او كل الكلام ده، عشان ما يتحسبش عليكي طبعا غلطه.
وسابع خطأ واخر خطأ معانا النهارده، وهو ان انت دايما بتقارني جوزك، دايما بتقارني جوزك بغيره. اللي هو شفت اخوك جاب ايه اللي مراته جاب لها هديه ازاي في عيد الام ولا في عيد ميلادها، شفته ده دخل على ولاده ازاي بشوكولاته وانت ما دخلتش، ده انت عمرك ما دخلت علينا بشوكولاته للولاد، ده انت بص، ده انت ولا بتخرجنا ولا بتودينا دايما. وهم بصوا بيخرجوا كل سنه بيروحوا مطروح وبيعملوا بيسووا، حتى لو هم في نفس المستوى، حتى لو الاخوات في نفس المستوى من المعيشه وفي نفس الشغلانه وفي نفس الارباح اللي بياخدوها، لو انت عارفين مثلا هم شغالين في شركه واحده بتاعت العيله او في محل بتاع عيله او كذا، ما تقارنيهوش باي حد، ولا باخوه ولا بصاحبه ولا بابوه ولا بامه ولا باي حد. ما ينفعش تقارني جوزك باي حد اطلاقا. مقارنته دايما بيحسسه انت دايما بتتنمري عليه، وان هو مش مالي عينك، وان هو مش مالي حياتك، وان هو ملوش لازمه بقى، يعني هو ملوش لازمه كده خلاص. يعني ده مثلا اخويا احسن مني مثلا في حتتي، يعني خلاص فاهمين قصدي، هو كده ملوش لازمه بالنسبه لك، وان هو كده لا حول له ولا قوه، ومهما عمل هو قليل. اللي هو عمله ده قليل، اللي عمله ده اخوه ما عملوش، اللي عمله ده مثلا مامته ما عملتوش، او صاحبه ما عملوش. طبعا النقطه دي يا جماعه خطر جدا جدا جدا، وارجوكم ما تعملوش كده مع ازواجكم وتقارنوهم بحد ابدا، وما تتكلموش ابدا معاهم بحيث ان حد تاني يكون الافضليه ليهم. مفيش حد افضل من حد، كل واحد له ظروفه، الا اذا في حاجات انت حابه تتغير في جوزك. حابه تتغير في جوزك، ما تجيبيش ست الشخص التاني. يعني قولوا مثلا ايه رايك لو خرجنا في المكان الفلاني، ايه رايك بعد كده وانت جاي مثلا تجيب لي قرص بسكوت وشوكولاته، بيبقوا فرحانين قوي بيك وبجد بيبقوا سعداء، غير ان انت اصلا دخلتك عليهم كده بالدنيا كلها. حاولي تتكلمي معاه، تديله مساحته. هو الراجل كده، الراجل بيحب ان انت مش تفخمي فيه، بس ان انت تديله مساحته كده، اللي هو انت يعني بجد انت عمود البيت، انت من غيرك ما نقدرش ولا نعمل اي حاجه، ده كفايه بسمتك، كفايه مش فلوسه، مش موضوع فلوس، كفايه ابتسامتك، وكفايه قعدتك معانا، وكفايه ضحكتك معانا، كفايه ان انت بتحس بيا وعارف ان انا بتعب قد ايه، رغم ان انت كمان بتتعب في شغلك، ربنا يعينك. كده تديله كده مساحته بالكلام الحلو، والله ربنا هيديكي ثواب، ومش هيتمرع عليكي ولا هيتفرعن عليكي، بالعكس ده هيشيلك فوق راسه شيل، لان انت الوحيده اللي دايما بتحسسيه بقيمته. فانت لما تحسسيه بقيمته حاجه، ولما تقعدي تقارني بيه يعني تقارنيه بحد تاني حاجه تانية. وربنا يهديكم على ازواجكم ويهدي ازواجكم عليكم يا رب. حلقه جديده ان شاء الله وفيديو جديد. لايك وسبسكرايب لاول مره تشوفوني، واشوفكم على خير. مع السلامه.